احنا النهارده في متحف داير اندرسون او في بيت الكريكليه. طبعا احنا هنا عندنا بيتين مش بيت واحد. البيت الاولاني اللي هو بيت الكريكليه، والبيت الثاني بيت امنه بنت سالم اللي هو الناحيه الثانيه ده. البيتين دول ما اتبنوش مع بعض. البيت الاولاني كانت 1631 والبيت الثاني 1540، يعني بينهم حوالي 100 سنه. هما ما اتبنوش مع بعض خالص، كانوا اواخر عصر مملوكي اوائل عصر عثماني. طبعا في الفتره اللي احنا بنتكلم فيها دي، طبعا بيوت بالحجم ده وبالضخامه دي ما كانتش بتتبني من الناس العاديه، كانت بتتبني مثلا من الاعيان، طبقه فوق المتوسطه شويه، ناس من التجار، هم دول اللي كانوا يعني معنيين ان هم يبنوا بيوت كبيره زي دي. طيب بيت الكريكليه اتسمى بيت الكريكليه لاخر واحده سكنت فيه كانت زينب خانم الكريكليه، ودي اصلا ما كانتش من مصر، ده كان من جزيره كريت في اليونان، وجت وعاشت واستقرت في البيت هي واهلها، وتوالى بقى بعد كده اهلها، بعد كده تدهور حاله البيت لغايه ما وصل للحاله اللي احنا هنشوف فيها في الارشيف. بعد كده بيت امنه بنت سالم نفس الكلام، كانت اخر واحده سكنت فيه امنه بنت سالم، بس دي سيده مصريه وما نعرفش عنها معلومات كتير. داير اندرسون، قبل ما نتكلم داير اندرسون ايه علاقته بالموضوع ده، احنا جبنا اخر ناس سكنت في البيت. طب اول ناس بقى سكنت في البيت خالص، اول ناس سكنت في البيت في بيت الكريكليه هو بامر من الجن لواحد اسمه محمد ابن جلمان الجزار. بامر من الجن، امر من الجن. مين بقى الجن ده؟ عندنا بير جوه اسمه بير الوطويط، او اللي هو بتاع الجن والسبع بنات. بير الوطويط او السبع بنات دول ده يقال ان جه في الحلم لعم محمد اللي هو الحاج محمد بن جلمان، جاله في الحلم الجن ده، وهو اللي امره ببناء هذا البيت اللي هو بيت الكريكليه بضخامه هذا البيت عشان يحمي البير بتاعه. البير ده اتقال عليه قصص كتير وحكايات كتير، من ضمنها اللي الحاج محمد قالها ان ده البيت ده اتبنى بامر من الجن، هو اللي جاله في الحلم وقال له ان هو يبني البيت ده. بيت امنه عادي، ده كان بيت مصري عادي اتبنى، وبرده توالت عليه اهل في اهل في اهل، وبعد كده ورثته الاجيال، وبعد كده تدهورت حالته، اصبحت اوض صغيره بتتاجر، والاوض الصغيره دي فضلت اوض في اوض في اوض، وبعد كده تدهورت حالته تماما. البيتين دول كانوا اصلا هيتعرضوا للهدم تماما، يعني كانوا اصلا هيتهدموا نتيجه لتوسعات في اوائل القرن العشرين لجامع احمد بن طولون. معلش، نتيجه توسعات لجامع احمد بن طولون، بس هم لقوا فيه عناصر مملوكيه عثمانيه. العناصر المملوكيه العثمانيه دي احتفظوا بالبيتين دول وقالوا لا ان هم هيبقوا عليهم، وصوروهم بصور وفضلوا على حالتهم دي. طيب ده في بدايه القرن العشرين. البيتين بقى في عناصر مشتركه ما بينهم، يعني اول ما بنخش البيتين اولا في المدخل المنكسر. المداخل المنكسره كانت معروفه في البيوت الاسلاميه القديمه، ان المدخل المنكسر اللي هو بيبقى معمول على حرف ال عشان خاطر الحريم اللي كانوا موجودين جوه ما يكونوش عرضه للناس اللي موجودين بره. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، المداخل المنكسره دي متاخده اصلا من فكره الحصون. الحصون نفسها كانوا بيعملوا المداخل المنكسره سواء في البيت ده او في البيت ده عشان خاطر اندفاع الجنود، ما يبقاش فيه اندفاع للجنود وهم داخلين البيت نفسه، يبقى فيه بطء في الجنود. فهم خدوا الحاجات دي في بيوتهم هم المدنيه، بان هم يعملوا ايه زي يعني تحريمه كده عشان خاطر الحريم اللي موجودين جوه يكونوا براحتهم، ما يبقوش عرضه للناس اللي موجودين في الشارع. المنطقه اللي احنا واقفين فيها دي كانت اسمها عطفه الجامع، لانها بتودي الجامع احمد بن طولون، وكانت بتسمى كمان بسكه الوطويط نسبه لسلطان الوطويط اللي هو هنشوف البير بتاعه جوه. ده اول حاجه. البيتين فيهم مشترك في المداخل المنكسره. البيتين كمان لو احنا بصينا على البيتين من الجنينه من بره هيبقى شكلهم زي الحصون بالظبط، يعني شكل البيتين ما عليهمش اي عناصر زخرفيه او اي حاجه، اكنهم زي الحصون بالظبط، ما فيش الا مجموعه من المشربيات بس. طيب هم ليه كانوا في العصر العثماني كانوا بيعملوا البيوت بالشكل ده، شكل يشبه الحصون شويه؟ اولا لحاجتين، الشخصيه العربيه بان بيخاف من الحسد، فكانوا بيعملوا الشكل بتاعها ما يبانش ان في مثلا الراجل ده غني او معاه فلوس او فكانوا بيعملوا شكل البيت من بره خالي من الزخارف.
وفي نفس الوقت عشان ما يتعرضش للسرقه، لان الوقت طبعا بتاع العصر العثماني ده كان فيه ثورات وحروب وفتن والكلام ده كله، فعشان ما يتعرضش البيت بتاعه للسرقه كانت الزخارف كلها بيوفرها في المكان من جوه، يعني يبقى موجود في المكان من جوه. طيب احنا عندنا كمان حاجه اسمها المقرنصات، هنشوفها جوه. حاجه اسمها المقرنصات موجوده عند القاعات. المقرنصات دي كانت بتتعمل عشان خاطر توسع في القاعه نفسها، يعني كانت توسع تدي وسع في القاعه نفسها من فوق، هنشوفها من جوه. الطوب اللي معمول بيه البيوت نفسها بطريقه اسمها طريقه الابلق. الابلق ده اللي هو المدماج الابيض والمدماج الاحمر. المدماج الابيض والاحمر دول كانوا بيتعملوا من اول الدوله الايوبيه، وبعد كده دخل في عصر المماليك، وبعد كده استمر في العصر العثماني. فدي طريقه اتبنى بيهم البيتين بطريقه طوب اسمها الابلق. تمام؟ ده الشكل المعماري العام بالنسبه للبيتين. طيب احنا لما نيجي نقول بقى جاير اندرسون كان ايه علاقته بكل الكلام ده؟ جاير اندرسون في بدايه القرن العشرين، اولا جاير اندرسون ده راجل انجليزي، كان اساسا ضابط في الجيش الانجليزي، وبعد كده التحق بالجيش المصري في فتره من الفترات، وكان بيخدم الهند برضه في فتره، وبعد كده جه مصر. هو بيحب الاثار، بيحب التجوال، فاثناء جولته في جامع احمد بن طولون، في اثناء الجوله دي هو بيقول في المذكرات بتاعته ان هو شاف احد السيدات جميله بتطل من احد مشربيات بيت الكريكليه، ف يعني هي رحبت بيه بالطريقه المصريه، يعني اللي هو اتفضل اشرب شاي، رحبت بيه بالطريقه المصريه بان هو يخش البيت، لكن هو رفض. المرشد السياحي اللي كان معاه رفض دخوله الى البيت وقال له لا، ان احنا مش هنخش. في الفتره دي جاير اندرسون كان بيخدم في الجيش المصري. بعديها بحوالي 20 سنه، يعني بعد الحادثه دي بحوالي 20 سنه، عام 1935 زار جاير اندرسون مره ثانيه المنطقه، وشاف هو بمذكراته بيقول ان حصلت ترميمات كتير، وحصل ان البيوتين بقى شكلهم افضل من الحاله اللي هو شافها عليهم، فقرر ساعتها ان هو يأجر البيتين دول من الحكومه المصريه، تأجير مش شراء، لان هو برضه راجل انجليزي في الاول وفي الاخر، فهيأجرهم من الحكومه المصريه. فأجر فعلا البيتين، عمل الكوبري او القنطره اللي بتربط ما بين البيتين اللي هي فوق دي، عمل الكوبري ده او القنطره عشان تربط ما بين البيتين عشان يبقى سهوله في التنقل ما بينهم. عمل كتير من الترميمات في الارضيات وفي الاسقف، كمان كان هو مهتم جدا بالاثار، جمع مجموعه كبيره جدا من المقتنيات الاثريه وحطها في البيت هنا. في حاجات خدها معاه لما سافر، بس هو كمان حط حاجات هنا سابها في البيت، عشان كده اتحول اسمه من بيت الكريكليه لمتحف جاير اندرسون. طيب جاير اندرسون بعد ما عمل الترميمات وحط المقتنيات الاثريه بتاعته، قعد في البيت هنا حوالي 7 سنين. في ال7 سنين دول قابل فيهم الشيخ سليمان الكريكلي. الشيخ سليمان الكريكلي ده كان حفيد زينب الكريكليه، وده كان معاصر لايام جاير اندرسون. كان فين بقى الشيخ سليمان ده؟ الشيخ سليمان ده كان اساسا بيرعى الضريح بتاع هارون الحسيني. الضريح ده موجود فين؟ لو احنا خرجنا من المتحف خالص في قبه صغيره كده مكتوب سيدي هارون الحسيني. هارون الحسيني ده كان ولي من الاولياء اللي كانوا موجودين هنا في المنطقه، وكان بيتعمل له شويه موالد كده ومواسم يعني، وهو كان بيرعى الضريح ده. لما لقى جاير اندرسون جه هنا المكان وهي خلاص قعد فيه وبدا ينور انوار المكان، خاف ان هو يطرد سليمان الكريكلي من المكان، فقرر ان هو يتقرب ليه. طب اتقرب ليه ازاي؟ اقول له مجموعه من القصص والحواديت عن المكان، اعرفه بقى ان انا قديم في المكان، واحكي له قصص وحواديت وروايات عن المكان نفسه. عمل 12 اسطوره او 12 حكايه عن المكان، اسمها حكايات بيت الكريكليه او اساطير بيت الكريكليه، عشان يديله اهميه للمكان واهميه للموقع. من ضمن الحكايات دي قال له مثلا ان سفينه نوح رست على الجبل اللي هو جبل يشكر. جبل يشكر مبني عليه جامع احمد بن طولون، قال له هو نفس الجبل اللي رست عليه سفينه نوح. طبعا اساسا جبل سفينه نوح ما رستش في مصر اصلا. قال له مثلا ان تضحيه ابراهيم بسيدنا اسماعيل حصلت هنا في المكان، عرفها وقال له ان هو اسحاق. المهم ان هو دخل كده الحكايات في بعض، يعني ايه جزء من الواقع على حته من خياله. من ضمن بقى الاساطير اللي اتقالت الاساطير بتاعه البير المسحور، ان البير المسحور ده اللي احنا لسه قايلينها ان ده كان امر من الجن ان هو يبني بيت الكريكليه، وان كان في جن و7 بنات هم موجودين جوه البير ده.
وان الجن ده هو اللي كان محافظ على المكان، وان اي حد فقير كان بيدلو الدلو على البير كان بيحط له عمله معدنيه عشان ييسر عليه الحال، عمله ذهبيه. وان البير ده كمان حصل فيه قصه حب ما بين لطيفه وامين، ان لطيفه دي كانت عايشه في بيت الكريكليه مع امها، وامين كان عايش مع امه الناحيه الثانيه، وان كانوا عايزين يجوزوهم لبعض، او الجن اللي في البير كان عايز يجوزهم لبعض. فلطيفه كانت جميله جدا، فاثناء ما هي كانت بتملى الميه في البير، وهي بتملى الميه شافها الجن، فمن جمالها رفع لها الميه لفوق. بعد ما رفع لها الميه طبعا لطيفه خافت، فجريت وصلت لغايه الابواب بتاعت بيت الكريكليه. اما وصلت لغايه الباب هنا شافها مين؟ شافها امين اللي قاعد الناحيه الثانيه في بيت امنه، فلما شافها حبها واتجوزها. فبيقول لك ان الجن اللي موجود في البير ده ان يوم اكتمال القمر يوم 13 و14 و15 بيشوف حبيبه اللي هيتجوزه في المستقبل. احنا قاعدين هنا ما شفناش اي حاجه، والبير اتغطى خالص عشان نخلص من القصص دي كلها، عشان الصداع اللي هو عمله لنا ده. المهم ان هو عمل 12 او 14 اسطوره عن المكان. اما اعجب بقى جاير اندرسون بيهم راح عمل اطباق نحاسيه. الاطباق النحاسيه دي جاب فيها واحد اسمه عزيز عبده ابو شنب، ده من النحاسين، عمل له كل القصص دي راح عملها على شكل رسومات بتعرض دلوقتي في قاعة السبيل اللي احنا هنشوفها. وكمان عمل جاير اندرسون عمل ترجمة للقصص دي بالانجليزية، وعمل لها كتاب اسمه كتاب اساطير بيت الكريكلية، بس هو بيعرض في متحف ألبرت فيكتوريا، وحاليا اللي يعني مش موجود الاصلي منه، الاصلي موجود في المتحف بره، مش موجود هنا في مصر. تمام. جاير اندرسون ده بالنسبه قصته ليه مع سليمان الكريكلي. حصل كمان على لقب البشويه، هو كان طبيب خاص بالقصر الملكي ايام الملك فاروق، كان قريب منه، كان قريب جدا من القصر الملكي، فحصل على لقب البشويه عام 1943. الفتره اللي قعدها هنا فتره من 1935 ل 1942، 7 سنين، و43 حصل على لقب البشويه. وبعد كده سافر لظروف مرضيه، ووكل محامي ان هو يقوم بتسليم البيتين دول للحكومه المصريه، وشرط ان هو هيسيب المجموعه بتاعته المقتنيات بتاعته، بس يتحول اسمه من بيت الكريكليه لمتحف جاير اندرسون. ساب كمان في خزانه الدوله حوالي 17000 جنيه، 17000 جنيه في سنه 1900، ده طبعا مبلغ واو يعني. ساب المبلغ ده عشان خاطر طبعا ظروفه المرضيه خلته يسافر بسرعه لبلده، هو مات 45. فقرر ان هو يدي للحكومه المبلغ ده عشان يحولوا له البيت بتاعه لمتحف، يعني محتاج اضاءه، محتاج فاترين، مثلا في ترميمات لبعض القطع، هو ساب لهم الفلوس دي عشان خاطر هم يقوموا بالمكان ده. لا كان مأجرهم، ما هو ساب بقى القطع الاثريه بتاعته وعمل ترميمات، فمن حقه بقى قال لك انا سايب القطع الاثريه كلها وعامل ترميمات في البيتين فيحولوه لي باسمي، فهو فعلا اتحول باسمه. طيب معلومه ليكم ان برضو يعني ده بعد سيرش كتير جدا على مواقع اجنبيه، ان بس مش ده البيت الوحيد لجاير اندرسون، ومش اي حد هيقول لكم المعلومه دي ان مش ده البيت الوحيد لجاير اندرسون، اللي ليه بيت تاني كمان في انجلترا في لافنهام. كان ليه اخ توأم اسمه توماس ده كان اخ توأم لجاير اندرسون، وكان هاوي زيه بالظبط، جمع اثار، جمع تحف، يخش مزادات، كان غاوي زيه بالظبط كده. اي حاجه موجوده هنا موجوده كوبي منها في بيته اللي في انجلترا، يعني اي حاجه موجوده هنا هي كوبي من، ممكن ابعت لكم الصور بتاعت بيته اللي بره، اي حاجه موجوده هنا هتلاقيها كوبي من بيته اللي موجود في انجلترا في لافنهام. رجع بلده وبعد كده مات 45. اتفتح طبعا المتحف ده كان تابع الاول متحف الفن الاسلامي، وبعد كده اصبح متحف منفصل تبع قطاع المتاحف، واتفتح سنه 1945. هنخش النهارده ان شاء الله باذن الله هنشوف هنخش اول بيت اللي هو بيت الكريكليه اللي احنا هناخده النهارده ان شاء الله. اتفضل. خلاص عايزه مني ايه؟ لا هي وسام اللي لا دي بتضحك عليا. بقى من عليك. ماشي. ايه طبعا.
ده الحوش الاول اللي هو حوش بيت الكريكليه. الحوش الاولاني احنا عندنا طبعا داير اندرسون ما غيرش في النظام المعماري حاجه، كل اللي حط بس الترميم والعناصر المعماريه. فده الحوش الاولاني. عندنا سلمين، السلم الاول اللي هو سلم الحرملك، سلم السلاملك وسلم الحرملك. السلم بتاع السلاملك ده المقعد الصوفي بتاع الرجال بيودي للمقعد الصوفي. ده السلم ايه؟ السلاملك. تمام. سلم ده السلاملك اللي هو بتاع المقعد الصوفي بتاع الرجال. السلم بتاع الحرملك ورا اللي هو السلم اللي ورا ده ماشي مستخبي، ده المقعد بتاع الحريم اللي احنا هنشوفه من فوق. تمام. ليه اتسمى بالسلاملك وليه اتسمى بالحرملك؟ اتسمى بالسلاملك لان هم الرجاله كانوا بيرموا زمان السلام، لكن الحرملك اتسمى حريم لان هم كان حرام عليهم ان هو حد يشوفهم غير اللي هم حلال ليهم ان هم يشوفوهم، سواء ازواجهم اولادهم، بس اللي حلال لهم ان هم يشوفوهم. تمام. عشان كده دول اتسموا سلاملك ودول اتسموا بالحرملك. الحوش الاولاني ده الترميم اللي اتعمل فيه الارضيه اللي انتوا واقفين عليها دي، الارضيه دي كانت اهداء من امه، من ام جاير اندرسون. ليه؟ عرفنا منين؟ مكتوب على العتب هنا ان دي مهداه من ام جاير اندرسون لجاير اندرسون نفسه. تمام. لا انجلترا، كلهم من انجلترا. طيب هنيجي بقى في الحوش ده عندنا كمان الصندوق الخشبي ده. الصندوق ده كان بيتعامل زي الاسانسير بالظبط، كان بيتحط فيه الاكل والشرب. القاعه اللي جنبه على طول دي اللي هي قاعه العرض المؤقت دي كانت مكان المطبخ. ده كان مكان المطبخ، يخلصوا الاكل والشرب يحطوه هنا ويروحوا مخبطين على الطاسه النحاس دي، فالخادم اللي فوق يرفع يعرف ان اللي تحت خلص، فيروح يروحوا عاملين الحبل ويروح طالع الحبل لحد فوق. طيب زمان كان عندهم الدور الارضي ده كان بيبقى عباره عن حواصل بيت. يعني ايه حواصل البيت؟ اللي هو الغرف الصغيره اللي موجوده فيه دي بتسمى حواصل البيت. يعني ايه حواصل؟ الناس الاغنياء دول كان بيبقى عندهم التموين بتاع السنه كلها، قمح، شعير، غلال، كل حاجه كانت بتبقى عندهم، كانوا بيحطوها في الاوض الصغيره دي. ايام جاير اندرسون اتعملت اوض الخدم، كان معاه حوالي 6 خدم. بعد كده بعد ما الخدم مشوا وبدا بقى متحف، حولت لقاعات. اتعملت ايه في القاعات دي؟ قاعه روائع الكريكليه كلها مقتنيات لاندرسون، وقاعه ابواب الكريكليه يعني ابواب من اللي كانت فوق، والقاعه بتاعه النسيج والمخطوطات. احنا بنشرحهم في الزياره؟ لا، احنا ما بنجيش جنبهم، احنا بنقول بس ان دول كانوا كذا كذا كذا. تمام. طيب بعد بقى ال3 غرفات دول عندنا طبعا البير المسحور، عندنا قاعه اسمها قاعه الارشيف. قاعه الارشيف دي فيها ايه؟ فيها الصور قبل وبعد الترميم، شكل البيتين قبل الترميم وبعد الترميم. تعالوا نشوف شكلهم. ده شكلهم قبل وبعد، انا عايزاكم تتفرجوا بس. ده شكل قبل وبعد الترميم. شوف قبل الترميم كان شكلهم مش باين اصلا. اللي اتفرج ايه يعني ايه؟ يعني نوسع عشان ايه الحته هنا ضيقه. مش هتسيبوا كل العادات يمسكوا في الجد. دول بناتك. بنات الجد؟ زيهم مرة على المية. يعني هي القصة اساسا كلها محبوكة، يعني هي اساسا كلها اساطير. قصص كتير اصلا. ما هو دي حقيقة. احنا هنشوفهم جوه. ولاده كانوا نايمين على سراير وراكوا جوه. يلا بينا نخش جوه. قبل بس ما نخش عندنا مجموعة الكلك دي. الكلك دي اللي هي كاف لام جيم. يعني ايه الكلك؟ الكلك دي كان بيتحط فيها زي ما هم حاطين كده، بيتحط فيها الزير. الزير ده طبعا مسامي لان كله من الفخار، فكانت بتتجمع الميه في اللسان اللي تحت ده عشان تشرب منه الطيور والحيوانات، وفي نفس الوقت هم بيشربوا من فوق عادي. تمام. هنخش بقى اول قاعه اللي هي قاعه السبيل. يلا.
دي بقى اول قاعه موجوده معانا اللي هي قاعه السبيل. قاعه السبيل دي اللي هي قاعه الميه، القاعه الخاصه بالميه. الراجل اللي بنى البيت ده اللي هو محمد بن جلمان الجزار، لما بنى البيت ده حب يكون السبيل جوه البيت نفسه. طبعا ده نادر ان هو يكون السبيل جوه البيت نفسه. السبيل عموما يا اما بيكون يا اما جنب البيت مثلا او جنب الجامع، يا اما بيكون اسبله منفصله. لكن هو حب هنا الراجل الحاج محمد لما بنى البيت راح عمل السبيل جوه البيت نفسه عشان ياخد ثواب للناس. طيب احنا عندنا هنا الخزان، ده خزان مش بير، ده الخزان اللي كان فيه بيتحط فيه الميه بعد الفيضان. كانوا بيجيبوا قرب من الجلد يحطوا فيها الميه وكانت بتتحط هنا. طبعا في بواقي ميه موجوده لغايه دلوقتي موجوده، والحياض والازيره كانت بتتوزع فيها الميه. وكانوا كمان بيشربوا الناس من الشارع في اكواب نحاسيه مربوطه بسلاسل، كانوا بيشربوا الناس بره يعني. ده طبعا فور فري، كان ببلاش يعني. كل بقى الاطباق النحاسيه اللي كنا بنتكلم عليها موجوده، كل الاطباق النحاسيه اللي بتتكلم على الاساطير دي كلها موجوده. اللي عايز يقرا الاساطير دي هبعتها لكم، يعني كل ال 14 اسطوره. من ضمنها بقى الدير المفتون واللي هو السلطان الوطويط، كلهم موجودين هنا اللي احنا اتكلمنا عليهم بره. طبعا السقف ده السقف الاصلي بتاع البيت، كله من البراطيم الخشبيه او من جذوع النخل، طبعا معموله بالذهب والفضه، وهي عليها نقوش اللي هي بقى زخارف نباتيه والهندسيه، وتحتها شريط ايات من القران الكريم بيبدا من هنا بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا. ده اولها النص التاسيسي اللي بيقول ان الحاج محمد بن جلمان الجزار هو اللي بنى البيت ده، موجود اهو. الحاج محمد بن جلمان هو اللي بنى البيت ده. ده بالنسبه لقاعده السبيل. هنطلع بقى فوق ده. احنا هنا بقى موجودين في السلاملك. السلاملك اللي هو المقعد الخاص بالرجال. كان المقعد الخاص بالرجال اتفضل. نعم اتفضل، بس هو في حد داخل. المقعد الصيفي بتاع الرجال اللي هو المقعد الصيفي والشتوي بتاع الرجال. هنا المقعد الشتوي، ده المكان الشتوي. المشربيات بتاعته مشربيات واسعه عشان خاطر تدخل اكبر ضوء من الشمس تدفيهم في الشتاء. طيب احنا اول ما بنخش فيه كده لما بتكون المساحه كبيره بتاعت الاوضه بيعملوا درقعه اللي هو الجزء المنخفض اللي كانوا بيحطوا فيهم الجزم بتاعتهم، والايونين المرتفعين دول، الايونين دول اللي هم كانوا بيقعدوا فيهم. ده الايون بتاع القعده، وصاحب البيت هو اللي كان بيقعد في النص هنا، وهم كانوا بيقعدوا على اليمين وعلى الشمال. طبعا الدواليب دي كانت بتتعمل الخزانه بتاعتهم، طبعا عليها ابيات شعر من فوق. ابيات شعر دي كلها ايرانيه، يعني هي اصلا معناها ترحيب بالضيوف، بس هي اصلا ابيات شعر ايرانيه. السجاد كله ايراني اللي متعلق. عندنا هنا مجموعه من القمريات اللي هم الثلاثه اللي محطوطين في النص دول. المجموعه من القمريات دول كانت بتدي الوان زي الازاز كده المعشق، وكان بيدي الوان، بيضيف لمسه كده الوان، وهو اصلا معموله على شكل اشكال طيور وحيوانات وكده وزهور. تمام. في الدرقعه اللي في النص اللي هو الجزء المنخفض ده كان في ترابيزه من الالاباستر. الترابيزه من الالاباستر دي الاباستر خام اصلي، عليه نقش كده في الحافه بتاعته، نقش ايات من القران الكريم من جزء من سوره نوح. طبعا دي مش الترابيزه الاصليه بتاعت البيت. الترابيزه الاصليه كانت الترابيزه اللي ورا في الايون اللي ورا، اللي هي الترابيزه النحاس. الترابيزه النحاس اللي موجوده ورا دي هي دي الترابيزه الاصليه، واللي عليها اللي هو الابريق معمول عليه النجمه والهلال، اللي هم طبعا كانوا من عصر الدوله العثمانيه. تمام. ده بالنسبه للايون اللي هو الجزء بتاع الرجال في فصل الشتاء. طب نشوف بقى فصل الصيف. دي حاجات كانوا بيستخدموها في الخيول. احنا لسه الجزء ده بقى الجزء اللي هو المقعد الصيفي.
ده المقعد الصيفي بتاع الرجال. تمام. طبعا عندنا السلم اللي هو احنا شاورنا عليه من تحت، اللي هو السلم بتاع السلاملك بيطلع لغايه هنا. الباب ده اسمه باب الضيوف او باب الزوار، عشان خاطر لو صاحب البيت جاي له اي ضيوف كانوا بيطلعوا من الباب ده، ما بيطلعوش من السلم الداخلي عشان الحريم اللي موجودين جوه المكان. عندنا هنا ترابيزتين، الترابيزه الكبيره كانوا بيحطوا عليها الاكل، والترابيزه الصغيره كانوا بيحطوا عليها الفاكهه والقهوه. الدكات الخشبيه دي كلها اصليه، الدكات دي عليها شجره اسمها شجره السرو. شجره السرو دي كانت رمز للدوله العثمانيه، ودي كانت رمز للخضره والنماء والبركه عندهم، لانها كانت خضره طول السنه شجره السرو دي. وفي مجموعه من الادراج كمان، الادراج دي كانوا بيحطوا الجزم بتاعتهم فيها. هنشوف بقى الناحيه الثانيه الحريم بتاعت الكركليه. قلت له يا استاذ هيثم، قلت له والله على حسابك يا فندم، على حسابك. ايه؟ أدلك على الروح. لا لا لا. كده اعتبر قلت الحريم احلى. احنا هنا بقى في الحريم بتاعت الكركليه. ده الجزء بتاع الخاص بالحريم. اول ما بنخش قبل بس ما نوصل للاوضه، كان في اوضه صغيره كده كلها مجموعه من الصور. الاوضه دي كانت اسمها اوضه الخادم، اللي كان بيقعد فيها الخادم، اللي هي كلها صور دلوقتي. دي كان بيقعد فيها الخادم، فيها طقم كده خشبي قابل للطي كده. ده كان مكان الخادم او الاثنين اللي كانوا قاعدين ما بين السلاملك وما بين الحرملك، عشان لو في اي طلبات من هنا او من هنا. تمام. حولها بعد كده الجاير اندرسون لقاعه صور صغيره. الصور كلها السحن بتاعه الناس اللي موجوده يا اما من جنوب شرق اسيا، ايرانيه، هنديه، كلهم في نفس الاطار ده. تمام. دخلنا بقى للاوضه بتاعه الحريم. اول حاجه بنلاقي المبخره النحاسيه. المبخره دي كانوا بيحطوا فيها المسك والعنبر والبخور عشان يبخروا بيها المكان. وعندنا كمان المجموعه من المشربيات. طبعا في فرق ما بين المشربيه والمشرفيه. المشرفيه اللي هي بالفه، اللي هي بتشرف على اللي بره، يعني هم يا دوبك مجرد بس ان هي بتبص على اللي بره. المشربيه اللي بالبه اللي هي مكان الشرب، يعني كان بيبقى فيها زي تكعيبه كده بيحطوا فيها القلل، ودي هنشوفها فوق بيحطوا فيها مكان القلل عشان للشرب. تمام. فكل اللي موجود في قاعه الحريم هنا هو مشرفيات، بتبص بس على، بتشرف على الشارع من بره. عندنا طبعا مجموعه من الشكمجيات، الصناديق سواء الصغيره او الكبيره. الكبيره كانت بتحط فيها اللبس، الصغيره كانت بيتحط فيها القنينات بتاعه العطور والكلام ده كله. عندنا كمان مجموعه من الدواليب الحائطيه. الدواليب دي كلها كانت بتستخدم للتخزين، وكلها طبعا حاجات يعني مزينه بزخارف نباتيه وهندسيه. في بقى اكتر اتنين مشهورين، ده واللي وراكوا ده. اللي وراكوا ده كله عليه فن ايراني ساساني اسمه فن المنمنمات. المنمنمات دي يعني اصلا الحاجه بتتعمل بشكل صغير جدا، فن اسمه فن المنمنمات. ده فن ايراني اصلا، وكل بقى على الحروف بتاعه الدولاب نفسه كله عليه الابراج او الكواكب السماويه، العقرب، الدلو، الجدي، الميزان، معظم الابراج موجوده عليه. اللي ضافوا هنا جاير اندرسون في الاوضه دي الكرسيين دول جابهم جاير اندرسون في الفتره اللي كان بيخدم فيها في الهند. جاب جاير اندرسون الكرسيين دول من احد المزادات. الكرسي الكبير للعروسه والصغير كان للعريس. السرير ده من احد النماذج اللي اتدقت. وعندنا كمان الشمعدانات اللي في الارض دي كانت بتستخدم للاضاءه، واي حاجه كانت متعلقه دي كلها كانت بتستخدم زمان بالزيت، وبعد كده بقوا يستخدموها بالكهرباء. يعني زمان ما كانش فيه الكهرباء دي. تمام.
احنا عندنا في البيت هنا 4 غرف او مخابئ سريه. المخابئ السريه دي كانت وظيفتها الاساسيه ان هي بيستخبى فيها الحريم والاطفال لما بيكون في مثلا غاره او لصوص او اي حاجه هتهجم على المكان. اول خبيئه او مخبأ سري موجود هنا في الاوضه، انتوا لو بصيتوا على الزاويه اللي هناك اللي فيها العصايه اللي واقفه دي، لو نزلتوا تحت هتلاقي ان في بلاطه مختلفه عن كل البلاطات اللي موجوده. ده اول مخبأ سري موجود في قاعه الحريم. في الغالب ان المخابئ السريه دي بتبقى موجوده في قاعه الحريم عشان لو في غاره او لصوص كانوا بيخبوا الحريم والاطفال. المخبأ السري اللي موجود ده بيخبي من حوالي من 2 ل 3 افراد. طبعا الاوضه دي اتقفلت تماما، هي اوضه تحت الارض، هي اتقفلت تماما. تمام؟ ده بالنسبه لقاعه الحريم بتاعه الكريكليه. في اي سؤال؟ تمام؟ لا الحاجات دي مش حقيقيه، الحاجات دي احنا اللي عاملينها قريب. طبعا اي حاجه يعني مثلا السرير ده بس اصلا شكله عامل ازاي، المراتب طبعا شكرا، السجاجيد طبعا بقت بودره ما بقتش موجوده بتاعت زمان دي، الستاير دي برده حديثه كلها. ماشيين لغايه دلوقتي تمام؟ نطلع الدور اللي فوق يلا. ايه؟ قفلوها يعني ما بقاش ليها اغراض دلوقتي. فهي اتقفلت. بالظبط يعني هما كده كده قفلوه. هنطلع بقى الدور اللي فوق، اول قاعه شمال. اسرع شويه. على مهلك. ده هي حته فطيره قد كده. اول قاع شمال. ماشي كويس يا يوسف؟ متابع؟ ده مش ده انا زهقت. لا ايوه يا استاذ هيثم. حاضر عيني. ماشي مش جايباني؟ معلش. طب ايه رايك؟ طيب مش عارفه الحواجز انت سامع؟ دي بتتكلم الكلام من تحت يعني بعدوا كاميرات بتجيب معاك. مش هيوسف. احنا هنا بقى في قاعة الكتابة، قاعة الكتابة الخاصة بجاير أندرسون. طب قاعة الكتابة اتسمت قاعة الكتابة ليه؟ عشان فيها الآلة. هو دي مكتوب كده يا بنتي. القاعة دي هي قاعة الكتابة الخاصة بجاير أندرسون، فيها الآلة الكاتبة الخاصة بجاير أندرسون، آلة كورونا. عنده العدسة بتاعته المكبرة، عنده الدواء اللي هي كانوا بيحطوا فيها الحبر على شكل سمكة. عندنا هنا المفتاح الأصلي بتاع البيت نفسه، بتاع بيت الكريكلية، ده المفتاح الأصلي بتاع البيت. هنا صورة لجاير أندرسون هو قاعد على البيان الخشبي بتاعه، وحواليه القطع الأثرية اللي كان بيقتنيها، من ضمنها التمثال اللي هو الابيض ده اللي بملامح اجنبيه شويه اللي هو موجود ورا ده. ده بملامح اجنبيه اللي موجود ورا ده. طيب عندنا ايه هنا كمان؟ عندنا الفرمان اللي ممضي من احمد حسنين بسنه 1943 اللي حصل فيه على لقب البشويه جاير أندرسون باشا. هنا بقى مجموعه من الصور، كل الصور بقى لجاير أندرسون وهو ظابط لسه صغير، اكبر فاكبر، وصور كمان في البيت. عندنا كمان السفينه دي اسمها السفينه الذهبيه. الذهبيه دي كانت موجوده اصلا في اسوان، وكانت بتيجي لاقرب نقطه هنا عشان تجيب القطع الاثريه بتاعه أندرسون عشان تتنقل هنا البيت. هنا بقى مجموعه من الصور العائليه، صوره مامته اسمها مارجريت، صوره إليفين اللي هي مراته من انجلترا، واخوه التوأم اللي هو توماس اللي هو كان ليه بيت في انجلترا،
وصوره له في لافنهام في انجلترا مع الكلب بتاعه، وهنا عندهم صوره في الاقصر عند معبد فيلة هو وابن اخوه. تمام. كان معاه كلب هنا اسمه الكلب فضل. الكلب فضل ده لما مات حزن عليه جدا ودفنه في الجنينه اللي تحت بتاعه البيت، وبعد ما دفنه عمل له شهد القبر اللي ورا ده من 54 ل 58 طبعا هجري مش ميلادي. دي الفتره اللي قعد فيها الكلب معاه. وطبعا لما الحكومه بعد كده استلمت البيت شالوا الشاهد ده عشان الناس ما تفتكرش ان ده مثلا ولي من الاولياء فيقوموا له هوب ضريحه على طول، فقالوا ان هو يشيله عشان ده في الاول في الاخر اللي مدفون كلب. ده بقى المشربيه. المشربيه اللي هي بيتحط فيها مكان القلل. تمام. احنا اول ما بنخش على اليمين وعلى الشمال في مجموعه من الماسكات اسمها ديث ماسكس، اللي هي الماسكات اللي هي من الناس المتوفيين. في هنا مجموعه من اصدقاء جاير اندرسون عملوا لهم هنا ماسكات من الجبس ذكراهم، ولكن هنا جاير اندرسون عمل ماسكات ليه هو نفسه، هو اللي في النص والدته وابن اخوه. في هنا مجموعه كمان من المعالق والشوك والسكاكين معمول عليها شجره السرو اللي هي شجره الدوله العثمانيه، ودول كلهم من اصل البيت مش من ايام جاير اندرسون اللي كانوا بيستخدموها من البيت نفسه. هنخش بقى على قاعه المكتبه. ليه؟ ايه مش عارف ليه؟ احنا ماشيين بالراحه اهو. طب انا بتكلم بسرعه؟ تسجيل لابسك ولا ايه؟ تروح تنزل؟ احنا بنتكلم بعد ما نخلص. لا دول طلبة آثار. وانا في المتحف هنا. احنا هنا بقى في قاعة المكتبة. قاعة المكتبة هو عنده حوالي 1450 كتاب كان مقتنيهم في الطب في الجراحة في التاريخ. في هنا جزئين من وصف مصر كانوا موجودين هنا. طبعا في كتب هتقولوا لي كتب جديده وكتب فيها سيديهات وكده. بعد كده المكتبه هديلها كتب من متاحف ثانيه فحطوها هنا في المكتبه. المكتب بتاعه الخاص بجاير اندرسون يعني عنده اوضه للقراءه واوضه للكتابه، حاجه اخر فضا. الاوضه دي كان طبعا المكتب بتاعه كان بيتفتح بيتين وكان بيتفتح كان للاطلاع او للقراءه. المكان اللي احنا موجودين فيه ده فوق السبيل على طول. فوق السبيل يعني مكان الكتاب. زمان لما كانوا بيبنوا السبيل كانوا بيبقوا على طول المكان بتاع الكتاب. كان طبعا لتحفيظ الايتام الاطفال الصغننه كانوا بيجوا هنا يحفظوا القران. ايام جاير اندرسون عملها المكتبه، ولكن برضه ظل محتفظ بمجموعه من حوامل المصاحف اللي كانوا بيستخدموها في الكتاب بتاعهم. تمام. العثمانيين او الناس اللي كانت موجوده هنا من العصر العثماني كان بيبلغ عليهم طابع او سمه ان هم شويه صوفيين، كان عندهم شويه سمه الصوفيين، فكانوا هنا بيحتفظوا بمجموعه من الحاجات اللي كانت بتستخدم اثناء الاحتفالات بتاعه الصوفيين. من ضمنها صوفيين اللي هم الشيوخ الصوفيين اللي هم بيزهدوا في الدنيا وبيعتكفوا لله فقط. ده طبعا باختصار يعني. كان هنا بقى الناس دي لما كانت بتخرج في احتفالات، الصوفيين دول لما كانوا بيخرجوا في احتفالات كانوا بياخدوا معاهم حاجه اسمها الكشاكيل. ده حاجه اسمها الكشكول. الكشكول ده كان بيبقى من الفضه، بيبقى بغطا او من غير غطا. الكشكول ده كان بيتلبس، واي صدقات كان بيجمعها في الزورق ده او في الكشكول ده كان بيحطها في الكشكول ده. عندنا كمان في الفاترينا الاولانيه خالص كف مريم، مجموعه من العصيان، الشخاليل او الحزام اللي هو الشخاليل. الحزام ده كان بيتربط على الشيخ الصوفي، على وسط الشيخ الصوفي. كل ده عشان يلفتوا نظر الناس وانتباه الناس اثناء الاعياد بتاعتهم. كل الشخاليل اللي موجوده دي كانت نفس الكلام. الواحد برضه كانوا بيمسكوها، الشيخ الصوفي القائد نفسه كان بيمسكها. تمام؟ لا ده شيخ عادي، لا ده ملوش اي علاقه، دي صوره عاديه. عندنا هنا كمان جزء اصلي من كسوه الكعبه. الجزء الاصلي من كسوه الكعبه معروف ان كسوه الكعبه كانت كل سنه بتتغير، وكانت لونها كمان يعني كان ساعات بيتغير من الابيض للاحمر، من الابيض للاخضر، وبعد كده رست على الاسود.
فده جزء اصلي من كسوه الكعبه. بعد ما كانوا بيحطوا الكسوه الجديده ويشيلوا القديمه كانت بتتقطع وتتوزع على الدول، كبار رجال الدوله، الشخصيات المهمه، فكان ده جزء اصلي من كسوه الكعبه. دي حاجه اسمها رف العمامه او رف الطربوش، ملوش اي علاقه باي ديانه، هو مجرد بس شكل زخرفي كان بيتحط عليه العمامه او الطربوش بتاع صاحب البيت. تمام. معظم بقى اللوحات اللي موجوده في البيت هنا دي لوحات كلها مكتوبه بخطوط مختلفه، واللوحات دي هو ما هو الا احتفظ بيها، بس هو كان مسيحي وما هو الا احتفظ بيها بس مش اكتر. ماشي. هنطلع بقى على السطح فوق. يلا. السطح. خشوا على السطح وانا جايه لكم. لا السطح، نخش السطح. وليه حمام؟ حمام يعني ايه؟ السطح دي كلها حواض. احنا هنا بقى في السطح بتاع بيت الكريتلية. راح الجو خانقة تحت. ده بقى السطح بتاع بيت الكريتلية. السطح ده اولا ما كانش بالشكل ده، يعني خشب الخرط اللي موجود ده كله كان السور قليل جدا، يعني قليل منخفض خالص. لما جم بعد كده يصوروا افلام، اول فيلم كان جيمس بوند عام 1977، كان عايز يصور ما بين الجامع والبيت مجموعه من المشاهد، فكانوا لازم يعلوا السور عشان الناس اللي بتصور، فعملوا بقيه السور العالي ده مكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله، عشان خاطر بس الناس اللي بتصور. بعد كده سابوه هديه منهم من المتحف، اسره الفيلم يعني سابوه هديه منهم للمتحف. ده كله طبعا معمول خشب خرط او ارابيسك كلها عشان تبقى ملائمه لشكل المكان نفسه. السطح ما فيهوش غير مجموعه من الاحواض، دي كلها ديكوريشن عصر عثماني، والتشاط دي برضو عصر عثماني، كلها من اصل البيت، ما كانتش للاستخدام، كانت مجرد ديكوريشن بس مش اكتر. السبت اللي كنا بنتكلم عليه تحت الصندوق بيطلع لغايه هنا، الحبل بتاعه اهو لغايه فوق هنا. لما كان جاير اندرسون يحب ياخد القهوه بتاعته في فصل الصيف او في الشتاء، كانت بيطلع له لغايه هنا عشان تفضل سخنه زي ما هي. ما عندناش في السطح هنا كلام كتير غير بس الساعه اللي متعلقه، الساعه او المزوله الشمسيه. الساعه او المزوله الشمسيه دي، الساعه دي كانوا بيستخدموها في قياس مواقيت الصلاه في الجوامع، يعني كانت بتتحط في الجوامع الكبيره زي جامع الازهر مثلا، كانت بتتحط المزوله دي، ما كانتش بتتعلق على الحيطه، كانت بتتحط في الارض، بتثبت بمسامير، بيبقى فيها عصا معدنيه كده هي اللي بتقيس قبل وبعد الزوال على حسب الظل والنور بتاع الشمس عشان يقيسوا بيه مواقيت الصلاه. تمام. طبعا بقيه السطح الناحيه الثانيه بس هو مقفول عشان بيعملوا فيه ترميمات، والحوش بتاعه شويه خطر يعني. طبعا كل الازيره الكبيره دي اللي موجوده على السطح، الازيره الكبيره قوي دي ما كانتش بتستخدم للميه، كانت بيتحط فيها القمح والغلال والشعير، الحاجات اللي قلنا الحواصل اللي كانت بيحطوها في الاوض السفليه اللي كانت موجوده تحت. قدام السطح على طول عندنا القاعه اسمها القاعه الهنديه، والقاعه الهنديه دي بس عشان صغيره ما فيهاش مكان للوقوف. القاعه دي مقتنياتها كلها من الهند، سواء الفرنتشر كله، سواء الدواليب، الكراسي، الترابيزات، كلها الطابع المغولي اللي هو الطابع الهندي. وبعد كده كانت اصلا قبل ما تبقى القاعه الهنديه كانت الحمام الخاص بجاير اندرسون. طبعا الحمامات كلها اتلغت من المكان هي والمطابخ عشان يحافظوا على المكان نفسه ويفضل بحالته، طبعا عشان طبعا الميه هتجيب رطوبه هيتاثر على البيت، فلغوا كل الحمامات ولغوا كل المطابخ. طيب سؤال، اشمعنى البيت ده هو اللي محتفظ بشكله كده وبرونقه بعيدا عن البيوت الاسلاميه اللي موجوده مثلا في نفس العصر او نفس الفتره؟ لان البيت ده محظوظ. جد يعني حفيد اندرسون
ده كان اصلا مرمم، فجه وشاف البيت ما عجبوش وضعه، ده كان في سنه 2001 جه ما عجبوش وضع البيت، راح بلده مره ثانيه جمع 50 مليون استرليني وعاد مره ثانيه للبيت وعمل فيه ترميمات، عشان كده فضل على الحاله بتاعته وفضل محتفظ بشكله ومحتفظ بالاساس اللي موجود فيه لغايه دلوقتي. فهو بس محظوظ البيت ده ان لغايه دلوقتي الاسره لغايه دلوقتي بيجي وبيزوروه، لغايه دلوقتي احفاده بيجوا يزوروا البيت بتاعه. تمام. هناخد صوره هنا في السطح يا يوسف قبل ما نخش جوه. ماشي. القاعة بقى اللي احنا موجودين فيها دي تعتبر اخر قاعة في بيت الكريتلية، اللي هي القاعة الفارسية. اتسمت القاعة الفارسية عشان مجموعة الامراء الفارسيين اللي ورانا دول عرفنا من طريقة اللبس المبهرجة، شكل رسمة العين، الحواجب، السحنة نفسها دي شكلها كلها فارسي. عندنا هنا كمان مجموعة من الاميرات الفارسيات كلهم برضو من ايران، عشان كده اتسمت بالقاعة الفارسية، اتجمع فيها كل الحاجات الفارسية. طيب ده السرير بتاع اندرسون، غرفة النوم الخاصة بيه، ومجموعة الدواليب دي كلها للتخزين. وده السرير بتاع الخادم المطيع المفضل بتاعه اللي هو الخادم ضبش اللي هو من النوبة، وهو راسم له الصورة دي، وفي صور تانية هنشوفها المرة الجاية ان شاء الله. تمام. هنا عندنا كمان صورة لشكل ابو الهول، هو راسم نفسه بشكل ابو الهول بس ممنوع السن، راسم نفسه هنا بشكل ابو الهول عشان خاطر يعني حبه للحضارة المصرية والكلام ده كله. اخر حاجه بقى هنا في بيت الكريتلية عندنا البلاطه اللي كانوا بيخبوا تحتها الفلوس. دي البلاطه اللي كانوا بيخبوا تحتها الفلوس زمان، كانوا يقول لك يخبوا فلوسه تحت البلاطه، دي البلاطه اللي كانوا بيخبوا تحتها الفلوس، ذهب، حاجه مهمه، ورق، اي حاجه. دي يعتبر اخر حاجه في بيت الكريتلية، ده كان اخر حاجه في بيت الكريتلية. بعد كده عمل الكوبري او القنطره اللي بتربط ما بين بيت الكريتلية وما بين بيت أمنة. إن شاء الله المرة الجاية هناخد بيت أمنة بإذن الله.